سيادة المحافظ معانا سيادة اللواء أركان حرب مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد. سيادة اللواء أهلا بيك. اهلا بيكم منورين والساده المشاهدين. يا فندم أنا أعرف إن حضرتك يعني قيادة كبيرة جدا، كمان رياضي وبتحب الرياضة ومتابع كرة القدم بصفة خاصة. فعلا الحمد لله انا يعني بحب كره القدم وبحب النادي المصري وعلاقتي بالنادي المصري من زمان، من قبل التهجير ومن بعد ما رجعنا من التهجير يعني. بالظبط. طب سيادة اللواء معايا الكابتن أحمد جوهر، أصغر رئيس نادي في مصر ورئيس نادي المريخ البورسعيدي. تحيات طبعا. اهلا وسهلا بيه. وطبعا انا برحب بسياده اللواء اركان حرب اللواء مجدي نصر الدين. اتقابلت معاه كانت مقابله ظريفه جدا. سياده اللواء طبعا سمعنا بما فيه الكفايه، وطبعا هو كان عرض حتى عليها مشاكل البلد، فانا قلت له ربنا يعينك علينا يا فندم وان شاء الله ربنا يوفقك. طبعا هي المهمه بتبقى صعبه شويه بس احنا طبعا متوسمين في خير ان شاء الله، ان ربنا يوفقه باذن الله ان شاء الله. سياده المحافظ يا فندم، الكابتن احمد جوهر عنده مشروع مهم جدا عامله للنادي ده، هيضر دخل للنادي ومردوده المادي والمعنوي كبير جدا، يعني طالبين مسانده حضرتك. والله هو جه مجلس اداره المريخ كانوا طلبوا يقعدوا معايا. تمام. وانا استجبت للدعوه بتاعتهم وجم شرفوني وقعدت معاهم. تمام يا فندم. وعرضوا عليا الفكره وقلت لهم فكره كويسه جدا، يكفي ان انتوا هتقدروا تكفوا مصاريفكم. تمام. ومصاريف النادي بعيدا عن المحافظه اللي ممكن ناخد فلوسها نحطها في اي حاجه ثانيه، نعالج بيها مرضى، نعمل بيها اي مشروعات تخش المحافظه. وساعتها انا اقترحت على الاستاذ احمد، قلت له على فكره الشركه بتاعت كارفور كانت جايه تعمل مشروع عندنا في بورسعيد. ايوه. فما رايك لو انت عرضت عليهم هذا الموضوع على اساس يعني تخشوا مثلا كشركاء فيه، هم يساعدوك فيه. فقال لي والله فكره كويسه جدا، انا هحاول احقق بيهم اتصال واحاول اشوف هرد على حضرتك. تمام. فطبعا الاستاذ احمد يعني من تاريخه وهو يعني يمكن يكون اتشغل في اي حاجه، يعني شغلت وقته او جايز ما عرفش يحقق بيهم اتصال او كده، انما كان الاتفاق اللي بينه وبينه على كده، على اساس ده باب ممكن نفتحه ان يبقى الموضوع بينه وبين كارفور بالمشاركه يعني. تمام. فانا مش عارف هم يعني الاستاذ احمد طبعا هو شخصيه جميله جدا وشاب كده، ربنا يخلي حضرتك يا فندم، ربنا يكرمك يا فندم. عنده حماس الشباب وبيحب ناديه وبيحب بورسعيد وبيحب مصر. فانا فعلا قلت له يعني لو قدرت انك تحقق الشراكه دي هتبقى حاجه كويسه، ويبقى معاك يعني شريك قوي قوي بالظبط يا فندم، يقدر يسندك في هذا المشروع. فقال لي طيب انا هشوف، وحتى احنا ادينا له تليفونات الناس يومها من عندنا لان كانوا عندنا لسه قبلها بيومين. تمام. فانا بصراحه الاستاذ احمد يعني انا ما قابلتوش من يومها صحيح، هو كان بعت لي عايز دعم للنادي واحنا ما تاخرناش، يعني ادينا له الدعم اللي قدرنا يعني نوفره له. طيب. والراجل هو محتاج من معاليك الدعم المعنوي واللوجستيكي زي ما بيقولوا. تمام. هو الراجل عنده الموضوع وعايز يعمله وعايزين الدعم من حضرتك. سنة بس. والله احنا ما بنتاخرش عن المريخ وعن المصري وعن الغزل بورسعيد وعن الجمال. تمام. يعني وعن بورفؤاد، كل الفرق بتاعت بورسعيد عندنا سواسيه، لان انا اصلا يعني مقتنع ومؤمن بالرساله بتاعت الرياضه. الله عليك يا فندم. والرياضيين. الله عليك. واحنا تحت امر الاستاذ احمد. طب استاذنك في مداخله مع حضرتك يا فندم. طبعا انا الكلام اللي قاله سياده المحافظ ده كلام كبير جدا طبعا، وانا بشكره جدا عليه وعلى الشهاده الجميله. هو راجل بورسعيدي. انا ان شاء الله هروح له تاني باذن الرحمن، هنعرض عليه الامر مره تانية. طبعا انا ممكن اكون اتشغلت وبرضه هو مشاغله كتير برضه، يعني انا لازم اعذر، يعني لازم اعذر. النهارده بورسعيد في مرحله حاسمه، في منطقه حره وفي حاجات صرف صحي في البلد وفي حاجات كتير جدا. فانا لازم اكون فاهم طبيعه عمل سياده المحافظ. سياده المحافظ اسمح لي يا فندم، طبعا انا بحيي حضرتك على الكلام المهم ده، يعني تحياتي وتقديري لحضرتك ولشعب بورسعيد. اسمح لي الاستاذ احمد يجي لحضرتك امتى يا فندم؟ الاستاذ احمد شرفنا، ولا مش محتاج ميعاد يعني؟ لا حضرتك ادينا ميعاد بعد اذنك، بعد اذن حضرتك. لا هو مش محتاج ميعاد، بلغه كده هيقول لك ان هو مش محتاج ميعاد. صح. سياده المحافظ بيبقى مفتوح طول الوقت، وانا لما بحب اقابل الاستاذ المحافظ طبعا هقابله ان شاء الله، مفيش مشاكل خالص. وانا واثق ان هو هيكون ورانا، وواثق ان في عهده باذن الله هيتحقق حلم نادي المريخ، وهتحسب نقطه وحاجه جميله جدا في حياته ان شاء الله رب العالمين، ان في عهد سياده المحافظ يحصل مشروع زي ده باذن الله نادي المريخ ان شاء الله. باذن الله. سياده اللواء انا بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك. سياده اللواء اركان حرب مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد، شكرا جزيلا، راجل محترم جدا طبعا. وانا عايز اقول لحضرتك حاجه، اللي تملي الناس المسؤولين بيبقى وقتهم ضيق. الراجل اللي سمعني فتره كبيره جدا
واثنى عن الكلام. المشروع ده هيرفع من شأن كل حاجه في مدينه بورسعيد، والانديه هتحذو حذو الفكره ديت. وانا بقول لحضرتك انا استغنيت عن اي دعم. يعني اديني المشروع ده اللي هو هيدي نادي المريخ في خلال 25 سنه اكتر 150 مليون جنيه حاجه زي كده، وانا هتنازل عن الدعم للمرضى وللاطفال اللي بتوع الكتب اللي ما استلموش كتب السنه دي او اللي كانوا فانا موضوع قومي برضو، قومي طبعا. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه يا استاذ محمد. النهارده انا في عمل عام وكل اعضاء مجلس الاداره في عمل عام. ان ما كنتش حضرتك هتقوم بدورك تجاه الدوله قبل اي شيء فانت لا تستحق ان تكون في المكانه ديت. فانا بقول لكل الناس ان نادي المريخ السنه دي ان شاء الله بعد المشروع ده هنقول للدوله احنا موجودين. فكر الشباب ان انت طالع النهارده مش عشان اقول للمحافظ اديني، مش عشان اقول للدوله اديني، لا انا النهارده جيت قعدت مع سياده المحافظ. انت معاك سياده الوزير خالد عبد العزيز طبعا، دي كانت من الزيارات الجميله جدا، نورني في نادي المريخ سياده طب قال لك ايه سياده الوزير؟ قال لك ايه؟ طبعا هو كان فرحان جدا بالتجربه. وعلى فكره نادي المريخ فيه انجازات تحسب لسياده الوزير، الملعب وغرف الملابس لما جه التطوير في كاس العالم بالظبط سنه 2006 على ما اعتقد، لا 2009 ايوه كان سياده الوزير المشرف على مدير البطوله وطبعا أيوة. وجه نادي المريخ وهو كان بيذكرني هو عامل ايه في نادي المريخ. فانا استقبلته وكان استقبال جميل، وكان طبعا فرحان بعنصر السن شويه. فكان هو لو جيت الصوره وزير الشباب هو طبعا وزير الشباب ابو الشباب يعني طبعا. وعلى فكره بقى انا مسؤول منه مرتين. هو وزير الشباب والرياضه فسني كشاب وكوضع كرياضي فانا مسؤول منه. الفيديو معاك اهو، ده الفيديو طبعا بيقول لك ايه بقى؟ كان بيتكلم ايه؟ هو كان هنا كان هنا بيحكي لي على اللي هو عمله في نادي المريخ. وانا كنت بقول له فعلا الانجازات دي احنا لسه لغايه النهارده عايشين بيها، وده الحاج محمد ملاح اللي بيكلمه. عارفه طبعا. وكان الراجل اللي بيكلمنا بمنتهى التواضع. شوف حضرتك هو بيتكلم وباصص في الارض، انا طبعا بشكره جدا، كانت مقابله ظريفه جدا. كان اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد الراجل طبعا ساهم على نادي المريخ كتير جدا وسمعنا ورحب بينا جدا وكان بيتكلم كلام ظريف عن نادي المريخ، ووعدنا ان هو هيساندنا وهيساعدنا. فاتمنى بقى من وزير الرياضه اللي انا على الهوا بطلب مقابلته